السلام عليكم. معكم دكتور قدي حسناء، اخصائيه في امراض الشرايين والاورده بمدينه الدار البيضاء. اليوم بغيت نطرق لواحد الموضوع، على واحد السؤال اللي ديما فاش كيجي عندنا المريض لوسط العياده تاعنا كتقول واش سبق لك عالجتي على هذه الاورده اللي عندك؟ تيقول لك سبق، ولكن بدون منفعه. السؤال اللي كيرجع هو تنقول له شنو هو هاد العلاجات اللي درتي؟ تيقول لك راه خديت واحد الفنيد او درت واحد الكريمات. بغيت نجاوب على هذا السؤال باش الناس يعرفوا انه كو هادوك الفنيد ولا الحبوب اللي كنعطيو للناس اللي كيكون عندهم مشكل الدوالي او هذوك الكريمات اللي كنعطيوهم باش يماصيو بهم رجليهم، هذوك ماشي ادويه باش نعالجوا. هذوك ادويه كيف كنقولوا مسكنات للالم، وكتنقص من الاعراض ديال هذوك لي فاغيس او الدوالي. بالنسبه للكريمات ايفيكتيفون الكريم هذيك اللي كنديروا، شنو هو الدور ديالها بالضبط؟ هو لو فات ملي كنقولوا للمريض بقى تماصي رجليك من تحت لفوق من تحت لفوق، يعني من الكعبه للركبه، باش كيرجع هذاك الدم، باش ما يبقاش واحد الاحتباس تاع الدم في الاورده ديال تحت ديال في اسفل الساقين. هذه الاولى. بالنسبه للحبوب اللي كنعطيوهم ايفيكتيمون هما مسكنات سورتو باش ما يكونش التهاب في الوريد، دونك ما يكونش عندنا الثقل في الساقين. هادو داخل في العلاج، ولكن راه ما تيحيدش المشكل تاع لي فاغيس وما كيعالجهمش بصفه نهائيه. دونك ايفيكتيمون الا بغينا نعالجوا هاد الاورده خاصنا نمشيو عند طبيب مختص في مرض الدوالي، هو اللي ديك الساعه غادي يشخص الحاله المرضيه ديالنا، وهو ديك الساعه اللي غادي يقول لنا شنو هو العلاج اللي خصو يدار لهذوك الاورده باش ما يبقاوش في الساقين ديالنا. يعني تيكون علاج محلي للطبيب ديالنا اللي كيقوم به.